في عالم مليان بحيوانات بتتكلم، بيعيش وول الصغير وهو ماعز عنده حلم إنه يبقى لاعب رور بول، وهي رياضة شبه كرة السلة. وبفضل أمه لويز قدروا يجيبوا تذاكر لمباراة لفريق الثورنز من مدينة فاديراس. اللاعبين بدأوا ينزلوا الملعب لحد ما نجمة الفريق جت النمر الأسود، ولما وول شافها عن قرب وعد أمه إنه في يوم من الأيام هيبقى موهوب زيها. بعد 10 سنين وول بقى مراهق ولسه بيتمرن عشان يبقى لاعب محترف، لكن للأسف أمه توفت وبقى بيحاول يعيش لوحده واشتغل في توصيل الطلبات في نفس المطعم اللي كانت أمه شغالة فيه عشان يدفع الإيجار. بعد يوم شغل طويل بيروح لملعبه المفضل القفص عشان يتمرن، وفعلا بيظهر موهبة كبيرة. لكن في آخر تسديدة دب ضخم اسمه جريز مسك الكورة في الهوا ورماها في السقف وطرده من الملعب وقال له إنه صغير على اللعبة. وول حاول يقنعه يديه فرصة، لكن جريز وعصابته قالوا له يسيب المكان وينسى الحلم. في نفس الوقت جت بتمر بفترة صعبة في مسيرتها رغم موهبتها، وفريق الثورنز بقاله سنين مكسبش بطولة، والجماهير بدأت تضغط عليها وتقول لها تعتزل. فقررت تكلم فلو صاحبة الفريق وقالت لها إنها محتاجة فريق أقوى عشان تقدر تكسب بطولة الرور بول، وفلو وعدتها إنها هتجمع فريق جديد وتدور على مواهب شابة. وول وهو راجع أوضته صاحب العمارة فرانك السنجاب طالبه بالإيجار المتأخر، ووول وعده يدفع بكرة لكنه مش هيقبض غير آخر الشهر، فمحتاج فلوس بسرعة. الحل الوحيد قدامه كان إنه يبيع حذاء الثورنز الأصلي اللي أمه جايبهوله، وراح لمحل أحذية مع أصحابه، لكن صاحب المحل وافق يشتريه بنص تمنه بس. وفي الأول رفض لكن اضطر يوافق عشان ما يطردش. في الوقت ده صاحبه داريل وراله لايف على الموبايل للاعب اسمه ماين، وهو حصان محترف في فريق الفولكانوز بيتحدى الناس في ملعب القفص. وول شافها فرصة يثبت نفسه فوافق يبيع الحذاء وراح الملعب. هناك شاف ماين بيتحدى الهواة لمباريات لحد 3 نقط، وكل اللي حاوله خسروا حتى جريز. ماين بدأ يتكبر ويسخر من مدينة فاينلاند ويقول إنها ملهاش قيمة في الرور بول، وده ضايق وول فقرر يتحداه. ماين سخر منه وقال له يمشي عشان صغير، لكن وول ما خافش وكمان راهن بفلوس الإيجار. الناس اتفاجئت بثقته وماين وافق، واللي يجيب 3 نقط الأول يكسب. ماين كان واثق وخلى وول يبدأ، لكن وول سجل أول نقطة بتسديدة بعيدة والجمهور شجعه، وماين حاول يخطف الكورة منه لكنه بيراوغه ويسجل نقطة كمان ورا بعض. ومع فاضل نقطة واحدة بس وول بيجري ناحية السلة، لكن ماين بيفقد أعصابه وبيخطف الكورة منه بالعافية. بعدها بيسجل نقطتين بسهولة، وفي آخر هجمة بيقفز وول يحاول يصده لكنه يفشل. للأسف ماين هو اللي كسب، ووول اضطر يديه الفلوس اللي خدها من بيع الحذاء. وللأسوأ لما رجع العمارة لقى مستأجر جديد في أوضته وحاجته مرمية بره ومعاها رسالة من فرانك بيعتذر فيها. بعد شوية ثيو بيظهر من الشباك، ورغم إنه مش قادر يساعده بيتمنى له التوفيق وبيقول له إنه مؤمن بموهبته. وول بيشكره وبعدها بيروح يقعد كام يوم عند داريل وهانا لحد ما يلاقي مكان تاني. تاني يوم الصبح وول بيروح الشغل، لكن كل الناس في المدينة بصن له باستغراب وهو مش فاهم فيه إيه. يوصل للمطعم ويقابل فلو بتقوله إنها انبهرت بأدائه وإنه رغم قصره كان قريب يهزم لاعب محترف. بعدها بتعرض عليه عقد ينضم بيه لفريق الثورنز كلاعب مبتدئ. وول مش مصدق ومن غير تفكير بيوافق فوراً. في نفس الوقت جيت كانت في البيت بتتفرج على الأخبار واكتشفت إن فلو ضمت لاعب طوله 5.7 قدم للفريق. اتعصبت جداً وراحت لمكتب فلو تطلب تفسير، لكن فلو قالت إنها وافقت على طلب اللاعب. وول حاول يستغل الفرصة وقال لها إنه معجب بيها جداً، لكنها تجاهلته ومشيت وقالت إنها هتكسب البطولة لوحدها. بعد أيام جه وقت أول مباراة كبيرة للفريق، ووول دخل الاستاد واتعرف على باقي اللاعبين: أوليفيا النعامة وأرشي وحيد القرن وليني الزرافة وموتو تنين الكومودو.
لما الفريق نزل الملعب الجمهور سخر منه بسبب حجمه. علشان يتجنب المشاكل المدرب دينيس قرر يسيبه على الدكة طول المباراة. بدأت المباراة ورغم إنه مش بيلعب وول حاول يفضل متفائل ويشجع الفريق، لكن رغم مجهود جيت الفريق منسجمش وخسر. بعدها حصلت مباريات تانية والثورنز خسروا واحدة ورا التانية ووول مضطر يتفرج من الدكة. الفريق بقى من أضعف فرق الدوري ولو خسروا المباراة الجاية هيودعوا البطولة. المباراة الجاية كانت في مدينة تانية فسافروا بالطائرة. أثناء الرحلة أوليفيا قالت إن مايين نزل فيديو كليب جديد وبيسخر فيه من وول وبيقول إنه عمره ما هيبقى لاعب محترف. بسبب كده وول بقى محل سخرية في المنطقة وبدأ يفقد الأمل إنه يثبت نفسه. بعد كده جه وقت مباراة الثورنز ضد فريق الشادوز وكالعادة وول على الدكة. المباراة كانت قوية وقبل النهاية بدقايق لاعبة من الفريق التاني حاولت تسجل. قفزت ناحية السلة لكن جيت زقتها في الهواء ولما مسكت الكورة كانت هتبدأ هجمة مرتدة، لكن الحكم احتسب خطأ عليها واضطرت تقعد على الدكة باقي المباراة. وبما إن وول كان اللاعب الوحيد على الدكة تم استدعائه يدخل مكانها وكل اللي حواليه سخروا منه بسبب حجمه، ومع ذلك هو دلوقتي مش فاضي يفكر في ده. أول ما الحكم يبدأ اللعب من تاني لاني ينجح يمسك الكورة ويحاول يمررها. أرشي والباقي متراقبين من المنافسين، لكن بسبب حجمه الصغير وول محدش واخد باله منه وبيطلب الكورة. لاني ما عندوش حل غير إنه يمرر له، لكن التمريرة كانت عالية جدا ووول مش قادر يوصل لها. رغم كده بيجري بكل سرعته في الملعب ويمسك الكورة لحد ما لاعبين من الفريق التاني يجروا عليه. عارف إنه مش هيقدر يواجههم فبياخد مخاطرة ويسدد رمية ثلاثية. اللاعبين المنافسين يقفزوا ويحاولوا يصدوا الكورة، لكن محاولتهم تفشل والكورة تدخل السلة ويسجل الثورنز نقطة. الجمهور كله انبهر بوول لأنه أول لاعب بحجم متوسط يسجل في الرور بول، لكن فريق الشادوز مش هيسيب الموضوع يعدي بسهولة. وأول ما يمسكوا الكورة مهاجمهم وهو ثور ضخم يجري في الملعب ويوصل للسلة ويعمل دانك ويسجل نقطة كمان. وول يجمع الفريق على الدكة ويحط خطة عشان يسجلوا نقطة الفوز. وول يستلم الكورة لكن لاعب من الفريق التاني يأبه، يشوف إن لاني فاضي فيعمل له تمريرة من ورا ظهره. أول ما لاني يمسك الكورة يقفز ويعمل دانك ويسجل نقطة الفوز. بعد سلسلة خسارات طويلة الثورنز أخيراً يكسبوا المباراة والجمهور كله يفرح، خصوصاً بوول اللي بقى بطل المباراة. رغم كده جيت كانت متضايقة إنها ملعبتش للنهاية وفضلت تبقى لوحدها. بعد شوية الفريق يرجع لفاينلاند ولاني والباقي يعزموا وول يلعبوا كوتشينة معاهم. وول يوافق ويسأل على جيت لكن أرشي يقول له يسيبها لوحدها. الحقيقة إن الفريق مش متفاهم معاها قوي لأنها بتحب تبقى لوحدها وبتاخد الفضل لنفسها لما الفريق يكسب. اللعبة تستمر لحد ما فلو تتواصل معاهم بفيديو كول وتهنيهم على الفوز. بسبب كده الثورنز بقوا مشهورين تاني وادعوا يشاركوا في حملة إعلانية. اللاعبين يتحمسوا وتاني يوم يروحوا الاستوديو يصوروا إعلان لأحذية. التصوير ماشي كويس، لكن لما يجي دور جيت السيناريو بيقول إنها تسلم الشعلة للاعب الجديد. أول ما تسمع كده ترفض لأنها شايفة نفسها لسه أحسن لاعبة ومش هتتبدل بلاعب مبتدئ. وول يتضايق ويرد عليها ويقول إن الفريق كسب بس لأنها ملعبتش. الكلام ده يعصبها وتمشي من الاستوديو ووول يجري وراها عشان يعتذر. جيت تقوله إنها تعبت من كلام الناس اللي بيقولوا إنها كبرت وما بقتش تنفع. الاتنين يفضلوا يتكلموا وهم ماشيين في الشارع، لكن الجمهور يتعرف عليها ويبدأوا يتجمعوا حواليها يطلبوا توقيعات ويسألوا أسئلة. جيت تحاول تهرب ووول يساعدها ويوريها طريق يهربوا منه من غير ما حد ياخد باله. الاتنين يجروا في الشوارع ويعدوا الطريق وكادوا يعملوا حادثة، وده لفت انتباه الشرطة. بعدها وول ياخد جيت لمترو الأنفاق، وقبل ما الشرطة أو الجمهور أو المصورين يمسكوهم يركبوا القطر ويهربوا. لأول مرة من فترة طويلة جيت تحس إنها مبسوطة وتعترف إنها تحت ضغط كبير كل يوم لأنها مش قادرة تقود الفريق للفوز. أكبر حلم عندها إنها تجيب كاس المخلب للفريق، لكنها لسه ما قدرتش تحقق ده. وحاسة إن الجمهور ما بقاش مؤمن بقدرتها، لكن وولي قرر يثبت لها العكس وياخدها المطعم فاينلاند، وهناك جت بتتفاجئ بتصفيق كبير ليها.
المكان كله متزين بصورها وتذكارات ليها من أفضل لحظاتها مع فريق The Thorns، وده بيخليها تشوف إن تعبها ما راحش هدر. جت تشكر وول وتسأله إزاي بقى لاعب رور بول. وول يوريها صورة ليه مع أمه اللي كانت دايماً بتدعمه، وحتى اشترت له حذاء جت الرسمي وكتبت عليه احلم كبير. لكن للأسف مرضت جداً، ووول اتربى بعد كده وسط أهل فاينلاند اللي أمنوا بموهبته، واضطر يبيع الحذاء اللي أمه كانت جايبهوله، لكنه لسه مصمم يحقق وعده ويبقى لاعب محترف في الثورنز. الكلام ده يأثر في جت، لكن بعدها عربية الفريق تيجي تاخدها للبيت. بالليل جت تكون لوحدها في أوضتها وتكتشف إن ماين بيعمل بث مباشر جديد بيسخر فيه من فريق ذا ثورنز. ساعتها تقرر تدخل البث وترد عليه وتطلب منه يبطل يضايق فريق، وتقول إنهم قريب هيكسبوا بطولة المخلب بفضل وول. وهنا جت أخيراً تعترف بموهبة زميلها وتوعد إن ماين هيخسر قريب. كلامها ما بس يهين ماين قدام الناس، لكنه كمان يدي طاقة جديدة للفريق كله، خصوصاً وول. تاني يوم جت لوح غرفة الملابس وتلاقي اللاعبين مستغربين من تصرفها الليلة اللي فاتت، فتعتذر ليهم إنها ما كانتش مقدرة الفريق وتطلب مساعدتهم لأنهم لازم يشتغلوا سوا عشان يكسبوا البطولة. الكل يوافق، حتى المدرب دانيس اللي قرر يدربهم بشكل أقوى. المدرب يبدأ يركز على نقاط قوة كل لاعب. آرتشي لازم يستخدم قوته في الدفاع. لاني رغم شكله اللي الناس بتستهين بيه، لكنه عنده ميزة طول رقبته ويقدر يسجل من مسافات بعيدة. أوليفيا كانت دايماً مهزوزة بسبب تعليقات الناس، فدانيس يمنعها من استخدام الموبايل ويخليها تركز على سرعتها في الهجوم. موتو كمان يفهم إنه لازم يفضل مركز طول الوقت. أما جت فكانت بتلعب لوحدها دايماً، لكن لازم تتعلم تلعب بروح الفريق وتعمل تمريرات. وأخيراً وول رغم إنه مش قوي ولا طويل، لكنه عنده دقة تصويب عالية ويقدر يسجل من أي مكان في الملعب. التدريبات كانت صعبة جداً، لكن مع الوقت الفريق اتعلم يشتغل سوا، وده ظهر في النتائج وبدأوا يكسبوا مباريات في البطولة. الثورنز وصلوا لنصف النهائي وكانوا هيحتفلوا مع بعض، لكن فلو طلبت إن جت تتكلم معاها لوحدهم. فلو قالت لها إنها باعت الفريق لفريق مدينة تحت البحر لأنها ما كانتش متوقعة إنهم يوصلوا بعيد، وقررت تاخد الفلوس. لكن الملاك الجدد عايزين يغيروا الفريق كله ومش ناويين يحتفظوا باللاعبين الحاليين. حتى جت اتصدمت من الكلام ده، ومن غير ما تاخد بالها وول سمع كل حاجة وقال لازم يقولوا لباقي الفريق، لكن جت منعته وقالت لو عرفوا ممكن يضيع تركيزهم ويخسروا نصف النهائي. بعد أيام جه وقت مباراة ضد فريق الشيفرز، وآرتشي والباقي كانوا متحمسين، لكن جت ووول كانوا متوترين بسبب اللي هيحصل بعد كده. كانوا بيخفوا الحقيقة. بدأت المباراة وسريعاً فريق الثورنز لاحظ إن في حاجة غلط. جت مش قادرة تنسجم مع الفريق، والفريق المنافس استغل ده وسجل نقاط بسهولة، وده زود توترها أكتر. ومع سوء الأداء وول جمع الفريق وقرر يقول الحقيقة عن بيع الفريق وإن فاضل لهم بس مباراتين. وبينما الفريق بيناقش هيحصل إيه، جت وصلت لحدها وقالت إنها هتكسب المباراة بأي طريقة. أول ما الحكم بدأ اللعب جت مسكت الكورة وسجلت، لكن الفريق كان لسه متأخر ب10 نقاط. بعدها بدأت تلعب لوحدها وتعتمد على نفسها، مستغلة أخطاء الخصم ومبعدة الفريق عن اللعب. ومع فاضل نقطة واحدة للفوز وول مسك الكورة وجري ناحية السلة، لكن لقى نفسه محاصر. طلب مساعدة آرتشي اللي قفز على أرضية الجليد وخلى قطعة جليد ترفعه ناحية السلة، لكن قبل ما يسجل جت تدخلت وخطفت الكورة وسجلت نقطة الفوز. الثورنز كسبوا وتأهلوا للنهائي، لكن وول وباقي الفريق ما عجبهمش تصرف جت وقرروا يسيبوا الفريق. بعدها كل لاعب راح في طريقه، وبقى مصير الفريق في النهائي مش واضح. وول رجع لفاينلاند وبدأ يتمرن في القفص، معتقد إنه مش هيبقى عنده فرصة تانية. وهو بيتمرن جت ظهرت وادته الحذاء اللي كان باعه واعتذرت عن تصرفها، وقالت إنها كانت مهووسة بالفوز لدرجة إنها نسيت تلعب مع فريقها. وول قبل اعتذارها وراحوا سوا يجمعوا باقي الفريق مرة أخيرة.
وأخيراً جه وقت النهائي والثورنز هيواجهوا فريق الفولكانوز على ملعب مليان حمم ونار. ماين كان لسه متضايق من اللي حصل قبل كده ومصمم يهزمهم ويذل جيت وول. الفريقين قعدوا على الدكة يراجعوا خططهم وبعدها نزلوا الملعب. الحكم بدأ المباراة والكورة اترمت في الهواء. لاني حاول يمسكها لكن ماين سبقه. دخل منطقة الهجوم وخبط وول قبل ما يسجل أول نقطة. رغم كده وول ما تخضش والثورنز لعبوا كفريق وجت مررت لأرتشي عشان يقللوا الفارق. الشوط الأول انتهى بالتعادل وده خلى ماين يتعصب ويطلب من فريقه يزودوا الضغط بأي طريقة. في الشوط الثاني أول ما وول مسك الكورة جري ناحية السلة لكن ماين اندفع نحوه بسرعة. جت حاولت تحميه لكن اتزقت بقوة واتكسرت رجلها. المباراة وقفت وجت اتنقلت للمستشفى والدكتور قال إن ركبتها مصابة ولو كملت لعب ممكن مسيرتها تنتهي. الفريق افتكر إن كل حاجة انتهت لكن وول شجعهم يكملوا زي ما أمه علمته دايماً يحلم كبير. جت وافقت ورغم إنها مش هتلعب قررت تفضل على الدكة وتدعمهم. لما رجعت الجمهور كله شجعها تقديراً لموهبتها. الفريق كمل المباراة وموتو دخل مكانها. قبل نهاية الربع الثالث بثواني وول ضرب الكورة في الأرض وأوليفيا خدت الريباوند وقفزت. ماين حاول يلحقها لكنها استخدمت جناحاتها وطارت وسجلت نقطة. الربع الأخير بدأ والملعب بقى أصعب بسبب الحمم والصخور. وول رجع يمسك الكورة لكن ماين زقه وخلاه يقع على الصخور والحكم ما حسبش خطأ. أرتشي اتعصب وضرب ماين فالحكم طرده وبكده الفريق بقى ناقص لاعب. في اللحظة دي جت رغم إصابتها قررت ترجع تلعب. المدرب وافق وشرح خطة أخيرة للفوز. النتيجة كانت 114 للفولكانوز مقابل 112 للثورنز وفاضل 20 ثانية. موتو مسك الكورة ومرر لأوليفيا اللي عدت من لاعب ومررت للاني. لاني رفع الكورة برقبه وماين حاول يمسكها لكن وول ضربها برأسه. جت قفزت ومسكت الكورة لكن لما نزت وقعت على رجلها المصابة وزادت الإصابة. الفريق المنافس وقف قدامها لكنها مررت الكورة بديلها لوول. وول مسكها وماين هاجم عليه لكنه سدد رمية ثلاثية قوية وصلت لأعلى نقطة في الملعب. الكل استنى والكورة نزلت ودخلت في السلة والثورنز قلبوا النتيجة وكسبوا المباراة. الجمهور انفجر من الفرحة وبعد سنين طويلة جت وفريقها أخدوا كأس المخلب. جت شكرت وول على مساعدته والفريق قرر يحتفل مع الجمهور في ملعب فاينلاند القديم. وسط الناس اللي دعموه وول ألقى كلمة شكر فيها الفريق والجمهور وخصوصاً أمه اللي عمرها ما خلته يستسلم. الفريق كان حزين إنهم مش هيكملوا مع الثورنز لكن موتو فاجئهم وطلع العقد وقال إنه بقى المالك الجديد للفريق وإنه قدر يجيب العقد بعد لعبة أونو صعبة وإن الفريق كله هيفضل مع بعض. وول وأصحابه احتفلوا بانتصار جديد وهو متأكد إن أمه في أي مكان فخورة بيه جداً. إيه رأيك في الفيلم؟ قول رأيك في الكومنتات ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك عشان تشوف ملخصات أكتر. نشوفكم المرة الجاية.